وخلاص، ده روح تعيش جوه الروح. لو ضحكة طلعت بإيد الناس يبقى هو السبب بوضوح. في الشدة جنبك وقت الفرح يسند خطاك. لو يوم طريق زي الضي في قلب الجرح، زي النسيم لو مرة قرب ما يضيعكش بلحظة هواك. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم تاني يا أحلى مستمعين في الحلقة الرابعة من برنامجنا الصداقة حياة، اللي بنحاول نعرف فيه أسرار الصداقة ومعانيها الحقيقية. معاكم رؤية أحمد محمود فرغلي، وأتمنى ليكم وقت ممتع ومفيد. النهاردة هنتكلم عن موضوع شيق جدا: الصداقة عبر التاريخ. هنعرف مع بعض قصص صداقات مشهورة غيرت مجرى التاريخ، وبنشوف ازاي الصداقة كانت قوة كبيرة في حياة الناس العظماء. فاستنونا علشان نعيش الرحلة دي مع بعض. في تاريخ البشرية كان في صداقات غيرت مجرى التاريخ وتركت أثر كبير في حياة الناس. ومن أشهر الصداقات دي صداقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق. أبو بكر كان دايما بيساند الرسول في أصعب الأوقات. حتى في الهجرة من مكة للمدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. وكمان في صداقة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، اللي كانت مليئة بالاحترام والتقدير. دي صداقات بتعلمنا إن الصداقة الحقيقية مبنية على الإيمان والتضحية. في العصر الحديث كان في صداقات غيرت العالم، زي صداقة العالمين ألبرت أينشتاين ونيلز بور، اللي أثروا في تطور علم الفيزياء رغم اختلاف آرائهم العلمية. وكمان في صداقة مارتن لوثر كينج ومالكوم إكس، اللي كانوا بيعملوا مع بعض اللي كانوا بيعملوا مع بعض علشان يحاربوا العنصرية في أمريكا. دي الصداقات اللي بتعلمنا إن الصداقة الحقيقية ممكن تكون قوة بتغير الدنيا للأحسن. الصداقة كانت دايما مصدر إلهام للأدباء والفنانين، زي صداقة الشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، اللي كتبوا أجمل القصائد عن الصداقة. وكمان في صداقة الفنانين عمر الشريف وفاتن حمامة، اللي قدموا مع بعض أعمال فنية خالدة. دي الصداقات اللي بتعلمنا إن الصداقة الحقيقية ممكن تكون مصدر إبداع وتألق. الصداقات كانت دايما جزء مهم من بناء الحضارات. في الحضارة الإسلامية الصداقة بين العلماء والأمراء ساعدت في تطور العلم والفن. وفي الحضارة الغربية الصداقة بين الفلاسفة والمفكرين ساعدت في نشر الأفكار الجديدة والتغيير الاجتماعي. الصداقة الحقيقية بتخلق جو من التعاون والإبداع، وده بيأثر إيجابيا على المجتمع كله. وفي ختام حلقتنا النهاردة عايزة أقول لكم الرسالة دي: الصداقة قوة بتغير العالم وبتخلق تاريخ جديد. فخليك صديق حقيقي للي حواليك، واعرف إن صداقتك ممكن تكون سبب في تغيير حياة الناس. وزي ما قالوا: الصديق وقت الضيق. فخليك دايما سند لصاحبك، واعرف إن الصداقة الحقيقية هي اللي بتعيش معاك طول العمر. شكرا ليكم يا أحلى مستمعين على حسن استماعكم. هنلتقي في الحلقة الجاية من برنامج الصداقة حياة، اللي هنتكلم فيها عن الصداقة في الأدب والفن. ما تنسوش تشاركونا آرائكم وتجاربكم عن الصداقة عبر التاريخ على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعة قناتنا. كانت معكم رؤيا أحمد محمود فرغلي. إلى لقاء قريب، وربنا يحفظكم إن شاء